الفترة الأخيرة انتشرت ابلكيشنز كتير عن مراهنة الألعاب الإلكترونية، وانتشرت أكتر ما بين الشباب، والموضوع وصل إن هو إدمان، مش مجرد تسلية للوقت أو مجرد لعبة ممكن هو يدخل عليها. لما بنسمع كلمة إدمان أول حاجة بتيجي في بالنا هي إدمان المواد المخدرة، لكن في الحقيقة في نوع تاني من الإدمان ممكن يكون موجود حوالينا كل يوم ومحدش بياخد باله منه، وهو إدمان العادات السلوكية. زي إيه؟ زي إدمان مشاهدة الإباحية، الألعاب الإلكترونية، التسوق القهري، الأكل العاطفي، حتى استخدام السوشيال ميديا بشكل مفرط. طيب خلينا نعرف ايه اللي بيحصل في الأنواع المختلفة دي. اللي بيحصل إن الشخص بيبقى تحت تأثير قوة شديدة أو رغبة شديدة إن هو يعمل السلوك ده. المشكلة إن السلوك ده مش بيريحه، بعد ما السلوك بينتهي الشخص بيحصل له مشاكل نفسية، اجتماعية، وكمان مادية. الموضوع ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان المخ اتعود على اللذة المؤقتة أو المتعة المؤقتة اللي بتيجي من السلوك اللي الشخص بيعمله. طيب ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، في أنواع مختلفة من العلاج النفسي زي العلاج الجدلي السلوكي والعلاج المعرفي السلوكي. احنا فيه بندور على الأسباب أو المحفزات اللي خلت الشخص يعمل السلوك ده. كمان بنعلمه طرق بديلة يتعامل بيها مع المشاعر السلبية زي القلق والتوتر، وكمان الفراغ العاطفي اللي ممكن تكون من مسببات إدمان العادات السلوكية. لو حاسس إن أنت بتعاني من أي نوع من إدمان العادات السلوكية، ما تترددش أبدا إن أنت تطلب المساعدة. أنت مش لوحدك، في مركز يوتوبيا بنوفر لك أنواع مختلفة من العلاج النفسي اللي بتقدر بيها تتخلص من اضطراب إدمان العادات السلوكية.